السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل الجاتو شاتو، بس هنعمله كده فانيليا. طبعا هنعمله كده بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله هتعجبكم. مكونات برضو سهلة جدا. معانا كده مكونات الجاتو شاتو الفانيليا اللي هو الأبيض مش الشوكولاتة. كوباية إلا ربع زيت، كوباية لبن، 3 بيضات، معلقتين صغيرين مش مليانين بيكنج باودر، كوباية شوكولاتة بيضة. طبعا كده سيحنا الشوكولاتة على حمام مية، وعملنا كده كوباية الا ربع، وكوباية سكر، كوباية ونص دقيق، واتنين باكت فانيليا. يبقى مكونات الجاتو شاتو بتاعنا الفانيليا تاني: كوباية الا ربع زيت، كوباية لبن، 3 بيضات، معلقتين كده صغيرين مش مليانين بيكنج باودر، كوباية الا ربع كده شوكولاتة بيضة. جبنا كده قلب الشوكولاتة البيضة وسيحناها كده على حمام مية. طبعا كوباية سكر بودرة، ممكن سكر عادي خشن، كوباية ونص دقيق، واتنين باكت فانيليا. طبعا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده شفشق الخلاط، ننزل كده بحاجة سايلة الأول. ننزل كده بكوباية اللبن، كوباية السكر، كوباية الا ربع كده زيت. طبعا المكونات سهلة وبسيطة. ننزل كده بالكوباية الا ربع شوكولاتة بيضة اللي هي زي ما اتفقنا سيحناها كده على حمام مية. طبعا كده هناخدهم نضربهم ضربة كده حلوة مع بعض ونرجع لكم تاني. طبعا كده ضربنا المكونات مع بعض اللي هي الشوكولاتة والزيت والسكر واللبن. طبعا كده هناخد منهم من الخليط بتاعنا ده كوباية كده عشان هنعمل بيه كده تغليفة. بعد كده ما خدنا منه كوباية، ننزل كده بالثلاث بيضات، وننزل كده بالاتنين باكت فانيليا، وهنضربهم ضربة حلوة كده تاني. وعبال كده ما يتضربوا ننزل كده بالمعلقتين الصغيرين اللي مش مليانين بيكنج باودر على الدقيق، ونقلبهم كده مع الدقيق كويس، ونضرب البيض مع باقي الخليط. طبعا كده ضربنا البيض كويس مع المكونات. طبعا كده معانا الكوبايه ونص دقيق والمعلقتين الصغيرين اللي مش مليانين بيكنج باودر. ننزل كده بالخليط بتاعنا. طبعا كده ريحه جاتوه الشاتوه الخليط بتاعه كده جميل عشان الشوكولاته البيضاء والفانيليا. نقلب كده كويس. طبعا كده هنعمل له كده تزيينه حلوه، والتغليفه بتاعته هتكون جميله ان شاء الله. طبعا كده قبل الكلام ده كله معانا كده الفرن مسخنينها قبل ما نشتغل في اي حاجه احنا كده ونجهز المكونات. طبعا كده الخليط بتاعنا جاهز. طبعا كده معانا صينيه مدوره مربعه الشكل اللي حابه تعمليه. انا حابه كده اعمل في الصينيه المدوره. طبعا كده اللي هي بتتفتح دي. طبعا كده انا الصينيه بتاعتي من النوع اللي مش بيلزق، فمش دهنه كده الجوانب، بس كده حاطه ورقه زبده في تحت في القعره يعني. ننزل كده بالخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت كده لو عندك صينيه ألمونيا طبعا كده هتدهنيها سمنه وتبطنيها كده بدقيق زي ما احنا متعودين. انا زي ما قلت الصينيه بتاعتي نوعها مش بيلزق، فمش دهنه الجوانب، بس حاطه ورق زبده تحت في القعره. طبعا كده الخليط بتاعنا الجميل. طبعا كده هندخلها الفرن تستوي ونشوفها ان شاء الله كده بعد ما تستوي، ونبدأ نشتغل فيها احلى شغل مع بعض. طبعا كده شايفين الكيك بتاعنا كده استوى وخلاص خرجناه كده من الفرن. هنسيبه كده يبرد ونشتغل فيه بعد ما يبرد. طبعا بعد ما الكيك كده بتاعنا برد تماما، كيك كده هش جدا، نبدأ كده نشيله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده عايزين كده نشيل ورقة الزبدة. طبعا كده شيلنا ورقة الزبدة.
طبعا احنا كده هنعملها المرة دي كده حلوة، هنحشيها كده في النص. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي كده بردت تماما، نبدأ كده نقطعها في النص. شايفين كده بسم الله ما شاء الله، كيك كده سفنجي من غير اي فراغات. طبعا كده معانا شوية كده شربات خفيفة جدا. نبدأ كده نسقي الجاتو شاتو بتاعنا عشان كده تبقى ايه طرية كده معانا القطعة وجميلة. طبعا كده معانا كريم شانتيه. الكريم شانتيه ده طبعا زي ما احنا متعودين، كوباية كريم شانتيه خام على كوباية لبن ساقع متلج او مية، وضربناهم كده مع بعض ضربة حلوة. نبدأ كده نحشي. ممكن كده من غير حشو تزينيها كده من فوق، بس كده بتبقى جميلة لما كده بتحشيها في النص. نبدأ كده نوزع كده الكريم شانتيه بتاعنا. طبعا مش مشكلة متساوية او مش متساوية، لان كده هتيجي عليها كده النص التاني. طبعا نجيب كده النص التاني بتاعنا. نحاول نشيل كده الزيادات دي. طبعا كده كيك بسم الله ما شاء الله، هش جدا وطري جدا جدا، مش قادره اوصف لكم هو هش وطري ازاي. حاجه كده في منتهى الجمال. وباين كده معايا انا وبشيل كده الحاجات الزايده دي ان هي كده طريه جدا وهشه. طبعا كده نزل كده بشويه شربات عشان تبقى كده طريه معانا وجميله. طبعا كده نبدأ كده نغلف كده من فوق بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده نبدأ كده بالسباتيولا نساوي كده الكريم شانتيه بتاعنا. زي ما قلت الكريم شانتيه مع كوباية كريم شانتيه خام كده على كوباية لبن ساقع متلج او كوباية مية. ضربناهم كده لغاية لما وصلوا للقوام ده. طبعا كده اضيف لهم معلقة سكر بودرة، معلقتين على حسب كده التحلاية اللي تحبيها. نبدأ كده نساوي كده كويس جدا، ننزل كده على الجوانب. طريقة كده حلوة وجميلة. نعمل كده كل حاجة مع بعض بطريقة حلوة وجميلة. نساوي كده على الجوانب وعلى الأطراف. طبعا كده لو مش عايزة تنزلي على الجوانب براحتك، بس بتبقى كده جميلة. نبدأ كده نساوي على الجوانب.
طبعا كده غلفناها تغليفه جميله زي ما انتم طبعا كده شايفين. طبعا فاكرين ايه ده؟ طبعا ده الصوص اللي احنا بقى يعني اللي احنا شلناه من الخليط بتاعنا، قلنا هنغلف بيه. طبعا كده نبدأ ننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان نغلف بيه الجاتو شاتو بتاعنا الجميل، ونوزع كده. شايفين كده الجمال والحلاوة. ننزل كده على الجوانب. طبعا دي طبقة الشوكولاتة. طبعا كده شايفين عملناها كده في وقت جميل وحلو، مخدش مننا اي وقت، وبطريقة بسيطة جدا. احلى واجمل كده جاتو شاتو فانيليا. ممكن كده تحوليها لتورتايه. لسه طبعا كده مخلصناش تزيين، لسه كده هنزينها طبعا تاني كمان. بس الاول كده نوزع كده كويس على الجوانب كده. طبعا كده سوينا الجوانب كده كويس. هنسيبها كده في التلاجة ساعتين او 3 تجمد كده التغليفة بتاعتنا عشان نعرف نشتغل كده في باقي التزيين. طبعا كده الجاتو شاتو بتاعنا الجميل الحلو اللي احنا عملناه مع بعض، بعد كده ما تجمد خالص كده، جمدت كده الكريمة والطبنج اللي احنا ضفناه كده من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده نقطع بالراحة. طبعا كده احنا هنعملها مثلثات. طبعا كده الكيك بتاعنا طري جدا وهش احنا وبنقطعه. شايفين كده الجمال والحلاوة. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نعمل كده وردات بالكريمة. نبدأ كده نزين كده بالحاجات بتاعتنا. شايفين كده الجمال والحلاوة والألوانات، حاجة كده جميلة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده يعني تفتح النفس على الأكل. عملناها كده مع بعض بطريقة حلوة وجميلة، مخدش مننا أي وقت. دي كده زي ما قلنا لو جايلك كده ضيوف، حاجة كده في منتهى الجمال والشياكة. نعملها كده في وقت قياسي. شفتوا كده الطريقة قدام منكم. شايفين كده التزيينة البسيطة دي هي زادتها كده جمال وحلاوة، وديت لها كده شكل جميل. شايفين كده القطعة بتاعتنا، وشايفين كده الحشو من جوه باين كده وجميل كأنها كده عاملة تورتاية بأمانة كده. يعني شايفين كده يعني المنظر كده بيتكلم عن نفسه مش محتاج كلام. شايفين كده الجمال والحلاوة. جربوها بالطريقة دي سهلة كده وجميلة. شايفين كده المنظر حاجة لا تقاوم يعني، وهشاشة كده وطراوة في الكيك، حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله. يلا بقى نسيبكم في امان الله عشان ندوق الحاجات الجميلة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.